صباح الفل، صباح الورد، صباح الجمال، صباح الرضا. تعالوا النهارده بقى نسمي الله كده ونصلي على الرسول واقول لكم هعمل ايه. انتوا شايفين طبعا ده فول حراتي، ومعانا بصلايه اللي بخرطها دي، وتوم، ودي طماطم لسه مطلعاها من الفريزر عشان مستعجله عليها، بقوم جايه مقشراها واحطها تتسلق، وبعد كده اقوم جايه ضرباها واقوم جايه ضرباها بالمنظر ده كده واسيبها. انا حطيت حله على النار تسخن عشان احط فيها الزيت، وهقول لكم بقى هنعمل ايه. اكلة بلدنا ايه المشهوره في الموسم ده، وبتتعمل بطريقتين. هنعمل معاكم منها طريقه ماشي، وهي الطريقه الوحيده اللي انا بحبها بصراحه، يعني الطريقه التانيه ما بحبهاش، وهي الفرق بينهم حاجه بسيطه بس. الفرق ده بيغير الطعم خالص. فانا كده هقطع البصل اهو، الحله على النار سخنه، نحط فيها الزيت، قطع البصل زي ما انت عايزه ايه. عايزه تضربيه في الكبه اضربيه، عايزه تبشريها تبشريها، عايزه تقطعيها تقطعيها، يعني تعاملي بالطريقه اللي تعجبك. كده خلصت تقطيع البصل اهوت. تعالوا بقى هنروح على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. خلاص الزيت اهوت على النار سخن، وتعالوا ننزل بيه في البصل. وهنقلب فيه، احنا مش هنحمره بس هنشوحه شويه. شايفين بقى في المرحله دي البصل خلاص اهو ابتدى بقى ايه ريحته تطلع. احنا قلنا مش هنحمره، احنا بنشوح بس. هي اكله يعني مفيش اسهل منها. بالمنظر ده كده. وادي الثوم، حطيت الثوم كده في قلب البصل، وهنشوحهم بقى مع بعض كمان دقيقتين 3 مش اكتر من كده. ريحه الثوم هي كمان تطلع، وتبقى اسهل واحلى اكله، وتتاكل لوحدها من غير اي حاجه اصلا جنبيها. يا سلام على الريحه. جينا بقى للمرحله ايه المهمه. بالمنظر ده كده تعالوا بقى هننزل بالفول اللي فصصناه وغسلناه، هنديله تشويحه كده اهو في قلب البصل. يعني من احب الاكلات الى قلبي زي ما بيقولوا هي الاكله دي، وبستنى موسم الفول الحراتي عشان اكلها. برضو احنا مش هنشوحه كتير برضو، يعني هما برضو دقيقتين، لان يعني الفول اساسا صابح مش متفرز. ودي القوطه اللي ضربناها، وننزل بالقوطه كده. طبعا هجيب هنا شويه ميه وانزل القوطه لان احنا كده كده عايزين ميه اصلا. ادي الميه، والميه دي مش كتير، احنا لو عايز ميه تاني هنحط، لان لسه في خطوه جايه. بالمنظر ده هنحط عليه ايه بقى؟ هنحط عليه شويه ملح، هو بهاراته مش كتير، ملح، شويه كمون،
وشويه فلفل اسود بس. اللي بيحب الحراق يحط شويه شطه، اللي ما بيحبش الحراق ما يحطش شطه. فانا بما اني بنحب الحراق فهنحط شويه شطه. وخلي بالك وانت بتحطي الشطه عشان بتبقى ايه، شديده شويه عشان ما تفلتش منك. لحد هنا والدنيا زي الفل وتمام. هنسيبه بقى لما يستوي 3/4 سوا، وهقول لكم بقى هنكمل الاكله ازاي. بصوا كده الفول خلاص بقى 3/4 سوا. هيعوز بس ايه، نزوده شويه ملح كمان، لان انا زودته ميه تاني زي ما قلت لكم في الاول. هو احتمال ايه يعوز ميه تاني. تعالوا بقى الخطوه الجايه اهي، الخطوه المهمه. طبعا ايه كل مستغرب ايه ده؟ دي يا جماعه اكله الرز الفول بتاعت بلدنا الشرقوه. اللي ما يعرفهاش اهو عرفها وشافها، ويا ريت يجربها هتعجبه. الاكله دي يعني من احب الاكلات بجد، زي ما بقول لكم على قلبي. وبستنى الموسم بتاع الفول الاخضر عشان ناكلها. واكله سهله وبسيطه. وبالمناسبه يعني انت مش شرط تاكلي حاجه جنبيه. يعني انا واحده من الناس ما بستطعمش اي حاجه جنبيه، هو لوحده بس. يعني انا ما اعرفش اكل حاجه معاه، لازم اكله لوحده. بس حابه بقى تاكلي جنبيه ايه؟ شويه بطاطس محمره شغال، شويه سلطه تمام، بتنجان مقلي مفيش مشكله، بيض. مش عايزه اقول البيض في الاسعار اللي احنا فيها دلوقتي شغال. بص كده والميه بتاعته ايه جت مظبوطه بالظبط اهي. هسيبه بقى اول ما يغلي ويبتدي يتشرب هوطي عليه، لان اي رز فيه بصل فيه طماطم مش سهل ان هو يشيط بسرعه. فلما تبقي بتعملي حاجه زي كده، لما يغلي جامد ويبتدي خلاص يتشرب بس لسه فيه ميه، هدي عليه عشان خاطر ان هو يستوي براحته ويتشرب بالراحه من غير ما يشيط من تحت او يتحرق منك. فانا هغطي عليه وهسيبه لحد ما يبتدي يتشرب كده، وهوريكم برضو قبل ما اوطي عليه بالمنظر ده كده اهو. بصوا عشان لو سبته اكتر من كده كان ايه يبتدي يلزق بقى من تحت. فاقوم جايه مدياله تقليبه وهدي عليه. بصوا عشان ما يشيطش مني. وكده هو اساسا فاضل فيه شويه صغيرين يعني وقرب يتشرب. ههدي عليه وانقله ايه على عين اهدى من دي. كده الرز خلاص دخل على السوا اهو، شايفين بالمنظر ده. هنا بقى الخطوه الجايه دي خطوه بتفرق قوي في الطعم. يا اما حته قشطه، يا اما حته زبده بلدي، حته زبده عاديه، يعني المتوفر عندك حطيه. والقشطه دي انا ما بشتريهاش، انا بجمعها من على وش اللبن. ولما العلبه بتتملي وما بقاش هعمل بيها حاجه، بقوم جايه لفاها وعاملاها ايه، حته زبده بلدي واحطها في الفريزر عادي. يعني ليها استخدامات كتير. وكده كده بتاخديها من وش اللبن البلدي بعد ما تغليه وتسيبيه يبرد، بيقوم جاي معايا من القشطه بتاعته على طول. بس انا عايزه اقول لكم بقى ان الخطوه دي بتفرق قوي في طعم الرز ده. ويا سلام بقى كمان لما تسيبيه يبرد خالص، او حتى من غير ما يبرد، تجيبي طاسه كده وتحطي فيه حته زبده كمان، وتحطي الرز من غير ما تقلبيه يسخن في قلبها ويعمل قعر كده من تحت المحمص دوت. انا عايزه اقول لكم احنا بنتخانق عليه بجد والله. بنقعد نتخانق على اللي مين اللي هياكل اللي تحت ده، كلنا عايزينه ومحدش عايز ياكل اللي فوق. فهنا بالمنظر ده كده قلبت حته القشطه في الرز، وهسيبه كمان 5 دقايق يكمل سوا، ويبقى كده الايه الرز جاهز للاكل. وهوريكم برده في الاخر بعد ما يخلص بالمنظر ده كده.
كده بعد ما خلاص خلص اهوت، وهدوقه معاكم برضو. لا بجد تحفه، ومش عشان مثلا احنا بنحبه او الكلام ده، لا هو بجد الاكله دي حلوه قوي واقتصاديه، مش مكلفه. جربوها وهتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. يلا مع السلامه.